النهائية. ضربة جزاء وهوندا يضع الكرة بهذه الصورة وبالقدم اليسرى. هوندا يتقدم الآن لليابان. لاعب سيسكا موسكو يتقدم يسدد الضيع متابعة جول لليابان. ضربة الجزاء بيصدها الحارس يونغ سونغ ريونغ، لكن تأتي المتابعة تأتي ويسجل، وبالتالي تتقدم اليابان بهدفين. هذه الكرة الضائعة في المرة الأولى، لكن المتابعة تأتي الآن مباشرة من البديل هاجيمي هوسوغاي.